تعالوا اقول لكم my updated skincare routine وايه اكتر حاجات فرقت في بشرتي والحبوب واثار الحبوب والاول اوفر تكستشر بتاع بشرتي. بعمل السكين كير روتين مره واحده بس وبيكون بالليل قبل النوم، بس بغسل وشي الصبح وبالليل عادي. ده الكلانزر اللي انا بستخدمه، فيه ساليسيليك اسيد حلو قوي لاي حد عنده حبوب. تاني حاجه ده اكتر اي كريم جبته، كان افكتيف، هو غالي شويه وصغير بس بيقعد مده طويله قوي. تالت حاجه السيرم، اكتر حاجه فرقت في اثار الحبوب، ودت اثار الحبوب كومبليتلي بعد 3 شهور، وكمان بيساعد قوي في تفتيح البشره وتقليل الحبوب. لما الفا ريبيوتين خلص جبت الريتينول من لا روش بوزي، حلو قوي للفاين لاينز والتجاعيد وبيبريفنت اي تجاعيد انها تطلع. بعد ما بستخدمه بحط السيكا بلاست. السيكا بلاست بيساعد في تجديد وترميم جدار البشره وبيهدي اي التهابات في الوش. لو ما عندكيش السيكا بلاست ممكن تستخدمي بعديه اي مويسترايزر عادي. انا بستخدم الريتينول يوم او يوم لا، ففي اليوم الاوف بتاعي بستخدم افيكلار دو بلس، واحسن حاجه للحبوب الصغيره اللي في الفورهاد وبيحسن تكستشر البشره. وبعد ما بحطه بستخدم بعديه مويسترايزر. بستخدم البيور كلاي ماسك من لوريال مره في الاسبوع، حلو قوي لاي حد عنده بلاك هاد. الاول كنت بستخدمه من مرتين ل3 في الاسبوع وبسيبه لمده نص ساعه. بعد ما البلاك هادز راحت بقيت بستخدمه مره في الاسبوع. اكتر حاجه بحبها للتفتيح هو جارنيه فيتامين سي سكراب، بجد بتشوفي الفرق من اول مره. بستخدمه من مرتين ل3 في الاسبوع على وشي وجسمي، بس ميك شور ان انت تحطي مويسترايزر بعديه عشان هو بينشف الوش شويه. بس كده، لو عندكم اي اسئله اكتبوها في الكومنتس.